بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده هنعمل مع بعض طريقة سهلة جدا للسبانخ بالحمص. هنعملها كده بمقادير بسيطة، وكمان طعمها يكون حلو جدا ومغذية. بتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. زي ما انتم شايفين المكونات اللي معانا عبارة عن حزمة من البقدونس، مع حزمة كمان من السبانخ. طبعا غسلتهم كويس جدا جدا لانه بيكون في السبانخ كمية كبيرة من الرمل. وعندي هنا نص كوباية من الحمص بتاع الطبيخ، وعندي كمان بصلاية متقطعة صغير او مبشورة زي ما تحبي، وعندي طبعا صلصة او طماطم معصورة زي ما انت تحبي برضو، او معجون طماطم. هنبدأ بقى نعمل كده الوصفة ونسمي بالله. اول حاجة عندي الحلة بتاعتي، ببتدي ان انا انزل بمعلقة من الزيت او السمنة زي ما انت تحبي المادة الدهنية اللي بتفضليها. وبعد كده هنزل عليها على طول بالبصل، هديله تشويحة حلوة كده، وابدأ ان انا احمره كويس معايا. عاوزة اقول لكم البصل انا بفرزه في الفريزر، يعني بستخدمه كده لحين الاستخدام. بضربه كله في الكبة وببتدي ان انا اقليه تقلية كده بسيطة على النار، وبشيله عندي في اكياس في الفريزر. بينفعني جدا في اي وقت. فيعني الطريقة دي حلوة اوي، ان شاء الله تعجبكم لو جربتوها. بعد كده ببتدي ان انا احمر البصلاية شوية او اقلي فيها كده شوية، وبعدين طبعا بنزل عليها على طول بالسبانخ. طبعا في الوقت ده بكون ولعت على الحمص ياخد يدوب غلوة واحدة فقط، علشان انا هكمل التسوية بتاعته في السبانخ اللي انا بسويها. هبتدي كده ان انا اقلب البصل شوية. حابين تضيفوا فصين من الثوم هتبقى حلوة برضو. انا بضيف كده كده مع البصل توم وانا بقليه وبحفظه عندي في الفريزر. هنزل بقى عليها كمان على طول بالسبانخ اللي انا مجهزاها. زي ما قلت لكم اهم حاجه تكونوا غاسلين السبانخ كويس جدا، علشان ما يكونش فيها اي رمل ولا اي حاجه، وتبقى نظيفه معاكم كده وتمام. هبتدي بقى دلوقتي ان انا انزل على السبانخ ديت بالصلصه او بمعجون الطماطم او بالطماطم المتسبكه. اي حاجة من التلاتة هتبقى حلوة جدا جدا. لو هتستخدمي معجون طماطم بس تخلي بالك انه يكون نوعه كويس، علشان ما يعملش طعم مش حلو، ويبقى نسبة الحموضة فيه عالية وما يبقاش كويس. هبدأ بقى دلوقتي ان انا انزل بمعجون الطماطم، ومكعب من مرقة الدجاج طبعا ما ننساهوش، شوية بقى من الفلفل الاسود، شوية من الكمون، وهديها كده تقليبة. خلاص كده يا حبايبي، ننزل بقى عليها بمعجون الطماطم. طبعا السبانخ من الاكلات الحلوة جدا جدا، بتتعمل بقى جنب رز بشعرية، رز حبة وحبة، رز ابيض، بتطلع معاكي طعمها حلو جدا. هديها كده تقليبة، وبعد كده هبتدي بقى ان انا انزل عليها بمية او بشوربة المتوفر عندك. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، نقلبها بقى كده كويس، وبعدين نغطي عليها ونسيبها لحد لما تتسبك كده كويس. بس بعد قبل الكلام ده كله انا بسوي الحمص معاها، يعني ببتدي ان انا اخد الحمص بتاعي بعد ما خلاص اتسلق سلقة او اتغلى خد غلوة كده على النار، وبضيفه مع السبانخ، وبيبدأ ان هو يستوي معاها. ما تقلقوش خالص، بيستوي جدا معاها ومش بياخد وقته، كمان مش بيفضل هو مثلا ني والسبانخ بتستوي. عندي هنا الحمص كان خلاص خد غلوة كده معايا على النار. هبدأ ان انا اخد كده من الحمص وانزل بيه على السبانخ. زي ما انتم شايفين كده هو خلاص كان خد غلوة معايا. هبدأ بقى ان انا اخد منه كده بالكبشة، وانا مش هاخد كل الحمص اللي موجود معايا كمان. انا بشيله بعد ما بيكون خد غلوة كده واحدة، بشيل منه وبشيله في قلب اكياس من اكياس التلاجة، وببتدي ان انا استخدمه مع مثلا لو هعمل كوسة بالحمص او هعمل سبانخ بالحمص. بتطلع حلوة قوي قوي، وما بياخدش بقى وقت معايا في التسوية.
هغطي بقى كده عليه واسيبه لحد لما تتسبك وتستوي كده مع بعض. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، السبانخ بتاعتي خلاص كانت اتسبكت واستوت وبقت زي الفل. ريحتها بجد كانت جميلة جدا جدا، والحمص كمان كان استوى فيها ويعني اندمج كده معاها. وادي السبانخ بالحمص عملتها بمنتهى السهولة، طعمها حلو جدا جدا، وان شاء الله هتعجبكم لما تجربوها على طريقتي.